السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ احلى عيله، عيله جنيه ونص. ان شاء الله باذن الله الفيديو ده هناخد منه افكار حلوه جدا اقتصاديه، افكار توفير هتنفعك ان شاء الله باذن الله وتملى بيتك خير. الاول كده انا معايا السمك اللي احنا كنا جبناه الفيديو اللي فات من فيديو المشتريات. السمك ده انا نضفته وسبته كده على جنب مع الليمون. طبعا بعدها بتغسيل الحوض كويس جدا علشان خاطر الزفاره، عشان خاطر انا بعد كده كنت هعمل الطماطم دي انا برضو جايباها معاكم يا بنات عشان خاطر اصلصها. هعملها صلصه وعينها في الفريزر لرمضان ان شاء الله باذن الله. الطماطم اللي انا بعملها صلصه انا بغسلها كويس جدا بس، وبشيل المكان العنقود بتاعها، وبقسمها نصين وبحطها في حله من غير اي ميه ومن غير اي اضافات، وبرفعها على النار لحد لما تدبل معايا، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه. هنا كنت حضرت الغدا، عملت رز صيادية، رز بالبصل، وقليت السمك، وعملت سلطة خضراء. بصوا يا بنات، ده كده يعتبر غدا اقتصادي جدا. انا جبت السمك ده الكيلو ب70 جنيه، والرز لو هتجيبي كيلو ب25 جنيه، ادي 95 جنيه. الطماطم والخضار اللي انت عندك في التلاجة يعني قولي 100 جنيه. غدا اقتصادي جدا جدا ومغذي ومفيد. هنا كنت عملت الصلصه خلاص، كنت رفعتها على النار وكانت دبلت معايا وبسيبها تهدى. بصوا يا بنات، بتبقى منزله ميه صفرة كده. انا الميه الصفرة دي بصراحه بتخلص منها، ما بحبش اسيبها مع الطماطم. انا بصفيها على قد ما بقدر بحيث ان هي ما يكونش فيها ميه كتير. ببدأ بعد كده بقى اجيب الهاند بلندر، او لو انت عندك الخلاط بتحطيها في الخلاط وتضربيها كويس جدا. لو انت هتستخدمي الصلصه ديت للمكرونات صفيها. لو انت هتستخدميها للمكرونه صفيها. انا عن نفسي مش صفيتها لان انا قلت هستخدمها للمحاشي، فقلت مش هستخدمها، مش هصفيها يعني. هنا ضربتها كويس جدا بالهاند بلندر. بحط بقى ايه الحاجات اللي انا بحطها عليها؟ مواد حافظه. انا يا بنات بحط عليها مواد حافظه: معلقه كبيره من الملح، ومعلقه كبيره من السكر، وبرجع تاني ارفعها على النار بعد ما بحط الملح والسكر، تاخد غلوة واحدة بس، وبروح طافية عليها. هنا حطيت معلقة كبيرة من الملح، وهحط كمان اجيب بقى السكر، احط معلقة كبيرة من السكر، وهبدأ بقى كده اقلب كويس جدا، وارجع تاني ارفعها على النار، اردها تاني على النار، تاخد غلوة واحدة، وهترجع بقى زي ما انتم شايفينها كده بالمنظر الجميل اللي معايا قدامك ده. انا سبتها بقى تهدى خالص عشان اعرف اكيسها واحطها في الفريزر. عملت معايا 5 اكياس حلوين جدا. البنات دول كانوا 3 كيلو طماطم ب30 جنيه، كان الكيلو واقف عليا على 10 جنيه. بس طماطم نظيفة، يعني طماطم حلوة، لا فيها سوسة ولا هي مثلا بايظة من ناحية، ولا فيها حاجة بايظة ولا حاجة خالص. طماطم زي الفل، وطماطم نظيفة وحلوة. فانا قلت هفصلصها لان احنا الفترة اللي جاية بنات الطماطم هتبدأ تشد تاني. تمام. فانا قلت هصلصها كده واسيبها ايه في الفريزر كده لرمضان ان شاء الله باذن الله. هعمل كده بوكس كده ان شاء الله، بقى اعمله برضو معاكم للفريزر. هخليه دوت للحاجات المفرزنات. يعني مثلا جلاش، سمبوسه، طماطم، خضره، اي حاجه انا هصلصها او مش هصلصها، هفرزها لرمضان. هحطها في البوكس دوت، يبقى بحيث ان هي تبقى بعيده عن ايدي، وانا عارفه ان البوكس دوت خاص برمضان بس. وبكده يكون معايا اول حاجه من تفريزات رمضان وهي الصلصه. انا هشيلها كده في البوكس زي ما قلت لكم كده على جنب، بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله كل فيديو نعمل مع بعض. مثلا فكره مثلا 20 جنيه تفريزات، تجيبي اي حاجه ب20 جنيه وتفرزيها وتشيليها لرمضان على جنب ان شاء الله ربك. كل اسبوع تجيبي حاجه ب20 30 جنيه تفرزيها وتحطيها على جنب في الفريزر لرمضان بس. بصوا يا بنات، كل كيس معايا من الصلصه عامل تقريبا نص كيلو، نص كيلو صلصه، فالكميه كويسه جدا. بصوا يا بنات، الكميه دي كمان انا مش بطلعها اروح مستخدماها كده لوحدها على طول. لو عندي، لما بيكون عندي طماطم، باخد كام حبايه كده من الطماطم الطازه الصحيحه، بضربها في الخلاط وبحطها في الحله، وعليها كيس من الاكياس دي. فبتديكي طعم حلو كأن لسه طماطم طازه وفريش. بصوا النهارده برضو هنعمل ايه كده مع بعض، كده فكره حلوه وموفره للفطار وللعشاء، وهي الفول والطعميه. احنا هنعمل الفول والطعميه عندنا في البيت. انا برضو كنت في المشتريات بتاعت الفيديو اللي فات جايبين مع بعض الكرات اللي احنا هنعمل بيه الطعميه. قلت لكم يا بنات احنا هنعملها مع بعض. الطعميه انا بجيب الفول، بصوا بتبقى طعمها مختلف 360 درجه عن بره. ليه؟ لانك انت في البيت حاجتك نظيفه، انت ضامنه، انت منقياها مطلعه. بصوا انا مطلعه منها زلطايه، مطلعه الحبايه اللي مش حلوه، الحبايه الخضراء. فانا بنقي كده الفول اللي هو بتاع الطعميه، الفول المدشوش،
وبغسله كويس، وبعدين ارجع بقى ايه انقعه كده في ميه ما لا يقل عن 6 ساعات. يعني ما يقلش عن 6 7 ساعات كده، ايه تنقعيه في الميه تغطيه وتركنيه كده على جنب. طيب بالنسبه بقى للفول اللي احنا هندمسه مع بعض، انت عندك الفواله، عندك الحله اللي انت بتدمسي فيها ايا كان، هتجيبيها وهتنقي الفول وتحطيه فيها. انا بنقي الفوله اللي مش حلوه، اللي بايظه، اللي فيها حاجه، فيه زلطايه. انت برضو لازم تبصي كده في الفول اللي انت هتعمليه. على فكرة يا بنات الحاجات دي بتبقى موفرة جدا معاكي، وخاصة انت بتبقى مش شايلة هم الفطار والعشاء. انت عندك الفول في التلاجة، وعندك الطعمية الفول في الفريزر، والطعمية في الفريزر، عندك بطاطس، عندك الجبنة. ساعتها بتطلعي كل حاجة من عندك، وبتروحي مجهزة على طول فطارك او العشاء اللي عندك لولادك. فالحاجات دي بتبقى مالية بيتك خير، مش بتخليكي شايلة هم لا فطار ولا شايلة هم عشاء. طب الفول انا بعمله ازاي؟ هتشوفوا دلوقتي معايا يا بنات. انا بعمل الفول بطريقه حلوه جدا، بيديكي لون حلو قوي، وبيبقى الفول طري معاكي وزي الزبده. انا زي ما انتم شايفين كده نقيت الفول اللي عندي كله. ببدا بقى اروح غسلاه، واخداه كده غسلاه غسله حلوه، واروح مصفيه الميه بتاعته، بروح جايبه ميه نظيفه. بصوا انا هنا كنت غسلته وحطيت عليه ميه عشان يتنقع. هركنه بقى كده على جنب. لو انت مثلا هتعمليه بالليل، انقعيه من الصبح. لو انت هتعمليه الصبح يبقى انقعيه من بالليل، من قبلها بليله يعني. بصوا هنا بقى الفول بعد ما اتنقع، بصوا الفوليه تحس ان هي بقى ايه طريت كده، ايه حتى بتتفتح من الغلاف بتاعها كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى الميه اللي انا كنت ناقعه فيها ديت اصفيها، ما برفعوش كده على النار. لا انت بتصفي الميه دي خالص، بتدي له كمان شطفه كده. وبعد كده بتحطي بقى عليه، اللي هنشوف بقى الحاجات اللي احنا هنحطها عليه دلوقتي مع بعض. انا بحط عليه حاجات بتخلي طعمه حلو قوي. بصوا ما بحطش كركم بصراحه، انا بحط العدس الاصفر. عندك الغله اللي هي بتاعت البليله ديت، حطي كمان معلقتين من الغله. الغله كمان بتديكي غذاء، زائد ان هي كمان بتدي القوام حلو قوي للميه بتاعه الفول. وزي ما انتم شفتوا معايا حاطه جزرايه كامله مقطعاها كده شرايح، وطماطمايه مقشراها ومقطعاها صغير جدا، وليمونايه كامله شايله بس البذر بتاعها. باخد بقى مكان، لو انت مش عندك الغله يا بنات، لو انت مش عندك غله ممكن تعملي ايه؟ بتاخدي كده معلقه كبيره من الفول بتاع الطعميه، وبتشطفيها. انا شطفتها بقى مكان ميه النقع ديت، وحطيتها عليها. بصوا كده، دي كده كل حاجه الموجوده معايا. الفول بتاع التدميس، معاه الطماطم، معاه الجزر، معاه العدس، معاه المعلقه الكبيره من الفول بتاع الطعميه. بيديكي قوام كده تقيل للميه بتاعه الفول. ورحت مكملاها ميه كده، بسيب بس كده جزء صغير، ورفعتها على النار. تاخد اول غلوه معايا، وبعد كده بوطي عليها خالص كأنها شمعة تحتها، وبسيبها بقى يجي كده تاخد وتدي مع نفسها لحد لما الفول يبدأ معاكي يبقى زي الزبدة بالظبط. طب لو المية دي اتأثرت معاكي وانت عايزة تزودي المية بتاعة الفول، ما بتزوديش مية باردة. انت بتبقي غالية مية، وتروحي مزودة بمية مغلية. ما بتزوديش مش بتزودي ابدا بمية باردة يا بنات. تمام. نيجي بقى للطعمية بتاعتنا. انا هنا غسلت الكرات. انت طبعا الكرات بتاعك بيبقى كده ايه متني شويه، بتغسليه كويس جدا عشان خاطر تتاكدي ان هو نظيف. ومعايا بصلتين كده وسط مقطعاهم، ومعايا حوالي 5 6 فصوص توم. بتحطي التوم على حسب حجم الفص الايه اللي معاكي. جبت الكبه وهبدا كده افرم. بصوا يا بنات، عايزه تعمليها في الخلاط ينفع تعمليها في الخلاط. ما عندكيش خلاط وما عندكيش كبه، عايزه تعمليها في المفرمه. عارفين اللي هي المفرمه اللي هي اللي بتاعت امهاتنا، اللي كانت في كل البيوت، اللي هي بنعمل عليها كفته الرز وبنفرم عليها اللحمه. دي يا بنات لو خدتي المفرمه ديت، لو طحنتي عليها الطعميه والشين، بتطلع روعه جدا جدا جدا. انا في بيت والدتي رحمه الله عليها، احنا ما كناش بنفرم الطعميه ديت بره. احنا كان في البيت ماما تشغل المفرمه ديت، ولازم ناخد الطعميه عليها والشين. بتبقى ناعمه جدا، وبتبقى في منتهى الجمال. طيب اللي عايز تعمليها في الخلاط ينفع جدا، بس بتحطي لها برضو ايه شويه ميه زي ما انا بحط كده في الكبه. شويه ميه عشان تمشي معانا العجينه. ميه مش كتير، انت بس يدوبها بس كده ايه بتحطي لها مثلا مقدار معلقتين 3 من الميه. تمام. بصوا ادي الطعميه معايا. الحاجات دي يا بنات بتملى بيتك خير، وبتبقى اقتصاديه جدا. يعني تخيلي انت الكيس الواحد انت بتروحي تشتريه اقل حاجه ب10 جنيه. ب10 جنيه طعمية. أنا شارية النص كيلو ب20 جنيه، نص كيلو الفول أنا شارياه ب20 جنيه. الربطتين بتاعوت الكرات، أنا شارية الربطة الواحدة بجنيه. يعني شارية اتنين ب2 جنيه. انت عندك البصل في البيت وعندك التوم في البيت، يعني انت ب22 جنيه تقريبا.
انت عملتي بدل كيس طعمية انت عملتي حوالي 4 5 اكياس طعمية يكفوكي اسبوع كامل. وبعدين الكيس كيس محترم، انتوا هتشوفي دلوقتي معايا الاكياس في الاخر. انا ممكن الكيس دوت بعمله على مرتين مش على مرة واحدة. تمام. فالحاجات ديت بتملى بيتك خير. فيعني لو عملتيها وحطيتيها عندك كل اسبوع هيوفر عليكي جامد. يعني بدل ما تروحي كل يوم تشتري ب10 ولا ب15 جنيه طعمية، الكيس اللي انت هتعمليه هيكفي معاكي وهيفيد كمان. دي كده بصوا يا بنات الطعمية ده كان اخر جزء معايا انا هعمله. بصوا في افكار كتير جدا ان شاء الله باذن الله هنعملها مع بعض يا بنات. بس لو لحد دلوقتي انتي متابعاني، اعملي لي لايك واشتراك في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان كل فيديو ينزل على القناة يجيلك اشعار بيه. هنا كنت خلاص خلصت الطعمية بتاعتي، هبدأ بقى اكيسها ده كله. والفول انا لسه حاطاه رافعاه على النار، هو بياخد وقته حوالي ساعتين 3 بس. انتي النار اللي انتي حطاه عليها يعتبر نار شمعة ضعيفة جدا جدا. هنا كنت خلاص خلصت الطعمية الكم بتاعي كله. هبدأ بقى كده ايه، ان انا احطها في اكياس عشان احطها في الفريزر. الحاجات دي موفرة وبتبقى مالية بيتك خير. يعني في اي وقت انتي عايزة بتفتحي الفريزر وبتسحبي وبتستخدمي، ما بتشيليش هم. لو انتي عايزة هتعمليها على الفطار بتطلعيها من بالليل بتنزليها التلاجة، واول ما تصحي من النوم بتروحي حطها على الرخامة عبال ما بتدخلي الحمام وتتوضي وتصلي وتبدأي بقى تدخلي المطبخ وتجهزي، بتكون هي اساسا فكت وخلاص للاستخدام على طول او جاهزة للاستخدام على طول. بصوا الكم اللي انا حطيته في الكيس انا بقى ببططها كده يا بنات. الطريقه ديت بتبقى حلوه في حاجه، انت لو انا مثلا عايزه نص الكميه اللي موجوده في الكيس، الكيس ده معمول نصين، انا بفتحه وباخد نص واحد منهم بس. انا بطبقه كده نصين، بفردها كده في الاكياس بحيث ان هي تبقى ايه كمان رقيقه، ما تاخدش وقت معاكي في ان هي تفك من التفريز بتاعها. بصوا يا بنات انا كنت نزلت لكم شورتس بالنظام اللي انا هعمله معاكم، اللي هو نظام ال10 جنيه او تحدي ال10 جنيه، بان احنا هنعمل تفريزات او مش تفريزات، اللي هي خزين لرمضان ب10 جنيه كل يوم. اللي معايا يا بنات في التحدي دوت تكتب لي تحت في الكومنتات ان هي معايا في التحدي دوت، وهستناكم في الكومنتات تقولوا لي انتوا معايا. تمام. كل يوم هنزل لكم بالحاجة اللي انا جبتها ب10 جنيه، عشان لو انتي محتارة ب10 جنيه دي تجيبي ايه، تاخدي افكار تجيبيها تملي بيها بيت الخير. هنا زي ما انتم شايفين انا كنت لسه برضو بايه، شوفوا كده احنا عملنا كده كام كيس، ده كده ده 20 جنيه يا بنات. عشان كده بقول لكم افكار توفير فعلا هتملى بيتك خير. ادي كيس 2 3 4 اكياس وده الخامس. كل كيس ممكن يعمل لك مرتين من الطعميه لو انت اسرتك صغيره. لو الاسره كبيره هيبقى تقريبا 5 مرات، ادي ال5 مرات لطبق طعميه كبير اسبوعيا. ده طبعا غير الفول. انت طبعا ممكن في يوم مره هتعملي فول، مره منهم هتعملي طعميه، مره تطلعي كيس من الفول على كيس من الطعميه مع شويه بطاطس جنبهم مع حته جبنه مع طماطم متقطعه حلقات او حبه مخلل، ويبقى فطار زي العسل. بصوا يا بنات ادي كده الكم اللي اتعمل معايا من 20 جنيه، فول مدشوش او فول طعميه. بالطريقه دي هدخلهم الفريزر بنفس النظام ده بحيث ان هو وقت ما احب اطلعهم يطلعوا. بصوا هنا يا بنات الفول خلاص خلاص كان هنا بقى استوى عندي وزي الزبده كده زي ما انتم شايفين. هقفل بقى اسيبه كده يهدى خالص لحد لما عشان اعرف افرزه برضو اكيسه. نجرب بقى الطعميه كده معاكم مع بعض. بصي انا لما باجي افرزها يا بنات ما بحطش ملح نهائي، هي زي ما هي من غير اي ملح ولا اي توابل. انا لما بحب اعمل منها او استخدمها ساعتها بحط التوابل، بحط الملح بتاعها، بحط كزبره رشه من الكزبره الناشفه، بحط رشه من الكمون. هبدا اقليها. هنا كنت بقلي طعميه، انا كنت هنا بحضر الفطار فانا كنت قليت البطاطس الاول وبقلي بعد كده الطعميه. حد مثلا بناتي يقول لي زيت غامق شويه لان دي كانت تاني مره قليه فيه. انا الصبح يعني قبلها قليه البطاطس طلعتها بقلي طعميه بعدها. بصوا يا بنات لا فكت منك ولا فرشت، ده بالعكس هشة وفي منتهى الجمال والطعامة. لو انت كمان عايزة تزيدي القيمة الغذائية بتاعتها ممكن تحطي عليها بضاية على العجينة كده وانت بتقلبي مع التوابل، تحطي بضاية كده وتربيها فيها بتبقى قيمتها الغذائية عالية جدا. دي الطعمية بتاعتنا كانت خلاص خلصت. وندخل بقى على الفول، طبق الفول المحترم المتين. بصوا الفول دايب وزي الزبدة يا بنات، واللون بتاعه روعة، لا مأكسد ولا مغير لون، ولونه فاتح وزي الفل غير اللي انت بتجيبيه طبعا من بره
من العربيات او المحلات بتبقى الفولية صغيرة عن كده، وبتبقى الفولية كمان سمرة عن كده. شايفين؟ هبدأ بقى اسيبه كده على جنب خالص بقى، دوت كده هيطلع مع الفطار. وهو الفول سبته لما برد عشان اعرف افرزه وتحطيه في الفريزر. الفول الكمية نص النص كيلو من الفول عمل لي آه، 5 أكياس، عمل لي 5 أكياس من الفول. والطبق اللي احنا طلعناه يعني ست مرات. 6 مرات الكمية كويسة جدا وكمية محترمة. لما تطلعيهم من نص كيلو انت بتروحي تجيبي العشرة ب10 جنيه فول، بيديكي حبة طبق صغير جدا. فدوت حاجات من حاجات التوفير يا بنات. اتمنى تكوني خدتوا افكار تنفذيها عندك في البيت، هتوفر عليكي كتير وهتملى بيتك خير. عارفين يا بنات الافكار ديت انا بقولها لكم وبقولها لنفسي كمان في نفس الوقت. يعني انا زي ما بقول لكم انا بقول لنفسي وبعلم نفسي. ولحد دلوقتي ساعات كتيره جدا بتخرم مني الميزانيه، وساعات بحاول اظبط وارجع تاني. يعني القناه او الرحله اللي احنا هنعملها مع بعض ديت احنا بنشجع بعض فيها. انا بشجعكم وهتشجع انا كمان بيكم. فاكتبوا لي في التعليقات لو في فكره توفير انت بتعمليها عندك ونفعاكي وممكن تفيدي بيها غيرك، سيبيها لي في التعليقات. بصوا هنا كده كنت لسه برضو ادي 1 2 3 4، واللي في ايدي ده كان 5 كيس معايا. وادي كمان 6 كيس، ده غير الطبق الاولاني اللي احنا طلعناه مع الفطار، يعني 7 اكياس من الفول او 7 مرات من الفول. ده بكام؟ ده ب20 جنيه بس. فعشان كده بقول لكم يا بنات الحاجات لما انت بتعمليها في البيت، او الحاجه اللي انت تشتريها تعمليها في البيت بايديكي، بتبقى انضف وبتبقى كمان اوفر. هنا كده خلاص خلصت التفريز بتاع الفول كده عندي. كده البيت عندك في الفطار والعشاء انت ما بتشيليش همه. لحد هنا كان خلص الفيديو. اتمنى مش تنسيني من اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واشوفكم فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.